السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارتفاع ضحايا عقار الإسكندرية منهار ل10 أشخاص، والبيانات تقول أنه انشطر رأسيا ونصفيا. قوات الحماية المدنية في مصر أكدت من انتشال 10 ضحايا أسفل عقار الإسكندرية المنهار، ليرتفع الضحايا إلى 10 حالات و4 إصابات من الضحايا. المعلومات أكدت أن الجثمان اللي تم انتشاله مؤخرا كان لشخص يدعى سمير حسين محمد، عنده 21 سنة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. وأكدوا أن السلطات كانت انتشلت قبل كده أخوه من تحت الأنقاض، وقبلها كانت انتشلت جثامين 8 آخرين. اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أكد أن هناك 8 بلاغات من الأهالي والجيران عن وجود ضحايا أسفل أنقاض العقار، وحاليا جاري البحث عن بقيتهم. الحماية المدنية أكدت رفع الحيطان والأنقاض، والنيابة العامة أجرت صباح يوم الثلاث معاينة تصويرية لموقع العقار، واللي اتضح أنه مكون من طابق أرضي و14 طابق علويا، ويقع بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحري بنطاق حي أول المنتزه، وأن العقار انشطر رأسيا إلى أسفل بانهيار الجزء الأيمن في اتجاه واجهته حتى سطح الأرض، مع بقاء الجانب الأيسر دون أن يتعرض للانهيار. تبينت من التحقيقات أن العقار مبني من سنة 75، وأن مالك الدور 14 علوي أحدث به إضافات إنشائية دون ترخيص في غضون شهر 6 الحالي. النيابة استدعت كل من مدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية بحي المنتزه أول، وجاري استكمال التحقيقات. والأجهزة الأمنية قبل كده تأكدت وتمكنت من إلقاء القبض على المقاول المسؤول عن أعمال العقار، وقررت حبسه. ومنطقة سيدي بشر بحي المنتزه شرق اسكندرية شمال مصر كانت شهدت انهيار عقار من مكون 14 دور المذكور أعلاه. وأكدت شهود العيان أن العقار انهار في ظل تواجد عدد من السكان داخله، أكيد طبعا، بالإضافة إلى وجود آخرين كانوا متواجدين في سوبر ماركت أسفله، وعدد من السيارات تم انهيارها بوقوع العقار عليها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يتولاهم برحماته في هذه الأيام المباركة. وهو عيد طبعا هيبقى صعب جدا على أهاليهم، ولكن ندعو الله أن يلهمهم الصبر، وأن يجمعهم على ذويهم في جنات النعيم يا رب، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.